لسه في حالة طالعة من عندي حالا وسمعتني شوية بقى إشاعات فظيعة عن الطماطم، عشان كده قلت أعمل لكم الفيديو ده عشان أصلح شوية الحاجات اللي بتتقال على بعض الخضار والفاكهة غلط، ومنهم النهاردة نتكلم على الطماطم. كانت بتقول لي يا دكتور الطماطم لو اكلناها فريش هتبقى افيد بكتير من الطماطم لو هي مطبوخه، ودي معلومه غلط تماما، لان الطماطم بالعكس فيها ماده اليوكوبين، واليوكوبين دي بتبقى موجوده في الجدار الخلوي بتاع الطماطمايه، فلو كانت فريش بالعكس بتبقى في صعوبه جامده جدا من معدتك في امتصاصها. اما لو اتطبخت بتبقى اسهل بكتير في امتصاصها، ودي مفيده جدا جدا لجسمنا. فبالتالي الطماطم لو اتاكلت مطبوخه هتبقى مفيده جدا عادي، مفيش اي مشكله، ويمكن كمان تبقى افيد من الطماطم اللي ما اتطبختش فريش. وكمان قالت لي على ان الطماطم